السلام عليكم اخواتي، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو موضوع مهم جدا. بزاف ديال البيوت المغربيه والعربيه كيعيشوا هذا الموضوع وكيعيشوا هذا المشكل، رغم انه ما تيكونش مشكل كبير، ولكن في حد ذاته الا خليناه فكيأثر على نفسيتنا وكيدمرنا. وكيدمر الاسره ديالنا. كنمشيو بشويه حتى كندمروا الاسره ديالنا مع التراكمات، حيتاش كيكثر علينا الموضوع وكندمروا الاسره. اذا بلا ما نطول عليكم، الموضوع ديالنا هو الحق اللي ما كنطلبوش به ما كيتفهمش، لان طبيعه الرجل وطبيعه المراه راه مختلفين. بالنسبه للرجل فهو واضح، ما كيعرفش هو يفهمها وهي طايره، ما كيعرفش يفهم ما بين السطور بحال العيالات. حنا راه كنعرفوا الانسان الا هضر راه كنعرفوه شنو بغى يقول، ولكن واخا ما قالش مثلا شي جمله اللي لا علاقه لها بالموضوع، ولكن حنا صنعرفوه شنو غايقول. ولكن الرجل لا، ماشي نفس السيكولوجيا اللي عنده. اذا اليوم ما غاديش نهضر مع جميع الناس، فطبعا كاينين الناس اللي ما كيعانيوش من هذا المشكل، ولكن لا بلوبار كيعاني منه، والاغلبيه كما قلت كيعاني من هذا المشكل. بالنسبه لهذا المشكل، هو المراه اللي كتساهم كدير مسؤوليتها كاملين على احسن وجه، وكتزيد معاها واحد النغيزه من المسؤوليه ديال الزوج، ياك؟ رغم ان الزوج مسؤول، الزوج كيدير داكشي اللي عليه، ولكن هي بالفضول اللي فيها كتمشي كتلوح راسها في شي مشاكل اللي ما ديالهاش. شي مثلا كتخلص شي فاتوره ماشي شغلها، كتقضى شي حاجه ماشي شغلها، فهمتوا؟ وهنايا كطيح في داك المشكل ديال انت اللي بغيتي، يعني ما كتلقى لا تقدير لا شكر لا حتى شي حاجه. فاش مثلا الانسان مثلا الزوج كطلب منه شي حاجه وما كيديرهاش ليها، هي تتقول ليه هو انا داك النهار درت شي حاجه كاع ما مسؤوليتي ودرتها لك وهذا وهذا، وكتلقى راسها باللي كيتجاوب على الموضوع ديالها باللي انه ماشي شغله، انت اللي درتي داكشي اللي من راسك، انا ما طلبتش منك. وهذه واحد الصفعه اللي ما بعدها صفعه، واحد الصفعه اللي خطيره جدا وتقدر تؤدي بكم المشاكل اللي هي كبيره وكبيره بزاف. نعطيو مثلا الزوجه عندها واحد الخرجه، غتمشي عندها واحد الموعد اللي خاص بها هي، ما خاص بالاسره، ما خاص بالزوج، ما خاص بالوليدات، لا خاص بها هي. عندها مثلا شي ورقه خاصها تقادها، وطلبت من الزوج ديالها انه يديها، ولكن الزوج هو في ديك الوقيته وقت الاستجمام ديالو، وقت الراحه ديالو، وفضل انه يقول لها من بعد، ولا يقول لها خليها حتى من بعد، ولا يقول لها سيري بوحدك، ولا المهم كيجاوبها لانه هو ما قادرش انه يخلي الوقيته ديالو ديال الاستجمام ديالو، واخا ماشي شي حاجه مهمه اللي غيدير في ديك الوقيته، ولكن كيعطي القيمه للقرارات ديالو، وكيعطي القيمه لداك الشيء اللي غادي يدير، يعني حيت هو غيدير فرق في حياته، غيرتاح، غيستمتع بوقته، لذلك ما ضحاش بوقته من اجل الزوجه ديالو. وهنا كيجيو التساؤلات اللي كتسولهم اي امراه وكتقول باللي علاش انا ما مهماش عند الزوج ديالي بحال اللي مهم عندي هو؟ علاش انا كنسعد دائما للاسعاد ديالو ولو على حسابي وهو لا؟ هنا غنقول لك ستوب، توقفي وخاصنا هنايا نقلبوا على الحل. اشنا هو الحل باش اننا نبدلوا هذا الواقع ديالنا، ونبدلوا هذا المشكل اللي كنطيحوا فيه كل مره، وكل مره كنسامحوا، وكل مره كنديروا بحال ما كاين والو، ونفس الوضع كيتكرر وكيتكرر وكيتكرر، والمشكل الى تفاقم فهو كيزيد وكيدير مشاكل اضعاف واضعاف. اي حاجه ولو بسيطه ممكن انها تفيض بها الكاس ديال المشاكل ديال الحياه ديالكم. هنايا خاصني نوقف بكل حزم وبكل ثقه ونجلس مع الزوج ديالي باش نتفاهم معاه على هذا الموضوع. اشنو غادي ندير؟ اول حاجه هي انني ما نعاتبو، ما نغوت عليه، ما ندير المندبه، ما ندير حتى شي حاجه.
اشنو غادي ندير؟ بكل هدوء بكل حزم غنجلس وغنسولو وغنقول ليه باش نبين ليه يعني ان انا ماشي غير جالسه وما كندير والو. خاصني نبين ليه ونسول واحد السؤال اللي هو دقيق جدا ونقول ليه واش انا مقصره في حقك، ما نخليهش يهضر. واش انا مقصره في حق وليداتي؟ واش انا مقصره في حق بيتي؟ وهنا اكيد غادي يجاوبك، منين غادي يجاوبك حتى انتي غادي تجاوبيه وغتقولي ليه ولكن انا اي حاجه كنشوفها غادي تسعدك كنديرها، اي حاجه كنشوفها غادي تفرحك كنديرها بالفرحه تاع ليا، ولكن انت اي حاجه شفتيها غادي تسعدني وغادي تفرحني ما كديرهاش، وبالعكس كتزيد تحقرني وكتزيد انك ما كنشوف راسي بلي ما كنسوى عندك حتى شي حاجه، وغتمشي وغتخليه. وهنا غتخليه باش يفكر على خاطرو ويحس بالندم ويحس بالغلط اللي دارو مزيان. وفي نفس الوقت غنمشي منين غنخليه غنمشي نجلس مع راسي ونفكر اشنا هما المهام، اشنا هما الاشياء اللي مهمه انا نجزهم، الاشياء المهمه ديالي اللي خاصني ننجزهم، والاشياء اللي من مسؤوليتي انا. غنجلس وغناخذ ورقه وستيلو وغنكتب المسؤوليات ديالي، هادي وهادي 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 المهمه، المسؤوليات اللي ما يمكنش يديرهم شي واحد بلاصتي، غادي نعدهم ونكتبهم ونشوف الفضول اللي كندخل ليه. كندخل الفضول ديال كندير الدور ماشي ديالي، كندخل الفضول كنمشي نتقدم للحانوت وماشي مسؤوليتي، كندخل الفضول كنتقدم للوليدات ماشي مسؤوليتي، كندخل الفضول مثلا كناخذ من فلوسي وكنشري للام ديالو ماشي من مسؤوليتي، من مسؤول نفرحها ولكن ماشي من فلوسي انا، ناخذ من فلوس ولدها ونشري ليها ونفرحها ونعبر ليها على الاحترام ديالي، ولكن من لحيتو نقمولي كما تيقول مزيان. هنا اي مشكل طرا بيناتكم دائما عبري وقولي هاد الحاجه هادي ما عجبتنيش وهاد الحاجه عجبتني، هاد الموقف ما عجبنيش وهاد الموقف عجبني. حاولي انك تمرني على انك طلبي، على انك تاخدي الحق ديالك، تقوليه على الاقل حتى الا ما خديتيش ما تسميش انك انتي اللي ضيعتيه. فهمتوا؟ وحاولي انك ديري واحد البلاصه فين تحطي فلوسك، يا قرعه يا كونط يا اي بلاصه، اي بلاصه حاولي انك تحطي فيها فلوسك يتخبعوا يتجمعوا وديري بهم شي حاجه اللي غتساعدك انتي. مادام الطرف الاخر ما كيحاولش يسعدني فماشي حتى انا نجي على راسي ونجي ضد راسي. مادام الطرف الاخر ما كيحسش بيا وما كيعبرنيش يعني ما عارفش بالتضحيات اللي كندير، انا خاصني نعرف بالتضحيات اللي كندير من اجل راسي. كنتمنى هذا الكلام كنهضر معكم من قلب قلبي، كنتمنى هذا الكلام يكون واصلكم ويكون كيقيسكم، لان هذا الشيء راه ما خاصناش نسكتوا عليه، لان كيولد امراض، كيولد امراض نفسيه وجسديه، كيولد مشاكل اسريه عويصه اكثر من هذا الشيء، لان هادشي كيتفاقم والمشكل اللي زاد كبر فكينقلب للضد ديالو، كيمشي لواحد المشكل اللي ما نقدروش نعالجوه. اللهم نعالجو ما حدنا في البدايه ديال المشكل مزيان. ودائما حاولوا تفصلوا حياتكم الشخصيه مع حياتكم الاسريه. راه انا مثلا خديجه الام راه ماشي هي خديجه الزوجه، راه ماشي هي خديجه اللي كتهتم براسها. فهمتوا؟ يعني شويه نفصلوا الادوار شويه. فهمتوا؟ اذا كل دور نعطيه حقه، نعطي الحق للدور ديال الزوجه، نعطي الحق للدور ديال الام، نعطي الحق للدور ديالي انا كشخص، نعطيه الحق ديالو. فهمتوا؟ اذا ولا عندك كما قلنا شي درهم زيديها في راسك، يعني درهم ديالي نمشي نشري بها بيمو زوين ونتلذذ وناكلو، ولا ندير به شي مسؤوليه اللي ماشي مسؤوليتي مزيان. وحاولوا انكم تعبروا باش تاخذوا الحق ديالكم، لان كما قلت الراجل راه ما كيفهمش بالطريقه اللي حنا بغينا يفهم بها، حنا خاصنا نهضروا باش هو يفهم، حيت هو راه ما غاديش نلوموه لان اصلا حنا ما هضرناش، احنا اصلا ما وصلناش ليه المشكل شنو هو. واش فهمتوا؟ كنتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم،
وكنتمنى لكم ان شاء الله حظ موفق للجميع، وكنتمنى جميع البيوت ديالنا تكون بيوت مطمئنه وبيوت زوينه مليئه بالحب والتفاهم ومليئه بالعدل. السلام عليكم.